مساء الفل. ايه الاخبار؟ نتكلم كده عن شويه حاجات حصلت امبارح في السبت الممتاز. نبتدي كده باول حاجه، يعني بالصباح الخير. احنا الاهلي خسر. ايه اللي حصل؟ الاهلي خسر من الهلال السوداني، متوقع عادي، تمام، اوكي. بس يعني يا جماعه كفايه خساره من الهلال السوداني بقى، يعني او يعني عدم الفوز على الهلال السوداني. يعني ما اعتقدش احنا قبل كده، احنا ما كسبناش الهلال السوداني قبل كده ولا مره اعتقد في السودان. مش عارف ايه اللي بيحصل. يعني المبررات ان في اجهاد، ان الشمس قويه جدا، ان في رطوبه، ان الجو حر، ان الارض مش كويسه، ان ام علي مش طابخه النهارده اللي هو فيه، محمد ما جاش الماتش اللي هو فيه. يا جماعه يعني كفايه يعني انا زهقت من الفرقه دي. هنكسب اي حد، اكسب اي حد الا الهلال السوداني. ليه؟ انا نفسي اعرف الفرقه دي عامله ايه. الفرقه يعني الملعب ده عامل ايه في الفرقه. كابتن محمد الشناوي، الناس بتقول ان الشمس كانت ضاربه في عينيك، يعني البس كاب. بنلبس كاب، يعني الشمس ضاربه في عينيك، ايه هنلبس كاب؟ إيه؟ مفيش حاجه. نص الملعب، هل تاثير غياب عمرو السوليه هو السبب في كده؟ مفيش كوره بتطلع، مش عارفين نطلع بكوره. زيرو شوتس ان تارجتس يا جماعه، زيرو شوتس ان تارجتس مع الهلال السوداني. ما هذا؟ ما هذا الهراء؟ ايه ده؟ اعملوا يا جماعه. حسين الشحات ليه بيلعب رقم 10؟ يعني انا عايز اعرف ليه حسين الشحات بيلعب رقم 10؟ لا يعني ليه؟ يعني هو بديله قفش، لا يلعب رقم 10 مفيش مشكله. برافو حسين الشحات، من احسن الماتشات. هو الحسنه الوحيده امبارح في الماتش ده كله الكندوزي او الكندوزو، يعني اي حاجه، مش هنختلف يعني. لعيب واضح ان هو عنده كوره، واضح ان هو 10 شغال، 8 شغال، الدريبلينج بيجري، بيقطع، بيخترق الخطوط كويس قوي. فواضح ان هو عنده يعني، فتمام. يعني اتمنى ان احنا نشوف ايه امبارح. اللي احنا شفناه امبارح ده بوادر، يعني بوادر لعيب كبير. تمام. السلام عليكم يا اهلي، الف شكر. يلا، خساره من متوقعه معتاده من الهلال السوداني. السلام عليكم. الماتش الجاي مع سان داونز، لو ما كسبتوش والله يعني بص، جميل انا تطلع تصوت لكم. اللي انتوا مجانين ولا ايه يا جماعه؟ انتوا لسه مخلصين كاس العالم انديه ومبهدلين الدنيا هناك، ويعني المركز مش كويس، بس الاداء كان لطيف بصراحه يعني. يلا anyway يعني. رقم 2، كابتن ارسنال. ايه الحلاوه دي؟ ايه الكومباك الجامده دي؟ كابتن يوناي امري، جود ايفنينج. كان هيعملها معاكم، كاد ان يعملها معاكم، ما عرفش بصراحه. امبارح من الدقيقه 70 لغايه الماتش انتوا حاطين استون فيلا في ال 18. عاش فشخ بصراحه. جورجينيو، جماهير تشيلسي هتتجنن تقريبا. هو ما شاطش، ما اعتقدش هو شاط قبل كده في تشيلسي. يعني هو لعب في تشيلسي 3 4 مواسم، هو تقريبا ما شاطش ولا كوره قبل كده في تشيلسي. مارتينيز، كارما از كده، كارما فشخ. انت خدتها امبارح وحشه يعني. خدت واحده كارما، والجول الاخير ده اتفزلكت وطلعت الكورنر واصابه 2 عور، بس مارتينيلي عملها لك 2 عور. ارسنال بقى ككوره وايز، ضغط عالي شغال، برافو فشخ. انفيرتد فول باكس شغال. اللي جاب الجون التعادل زينشينكو شوطه. فيعني ده الافكار واضحه وصريحه. بس غياب بارتي مؤثر فشخ. اللي هو مش عارفين تعوضوه، ومش هيعرفوا يعوضوه، عشان في شيفت كده بارتي بيعمله في الفرقه، اللي هو بيخليك محمي دفاعيا وقوي هجوميا. مفيش حد في نص ملعب ارسنال كله يقدر يعمل الشيفت ده للاسف. يعني اتمنى الاصابه ما تطولش، عشان ارسنال دخل في المعمعه خلاص. المعمعه ولعت بقى، الموضوع فاير يعني. ماشي، نخش بقى على ايه؟ كابتن ليفربول في المركز الثامن. والفرقه دي يا جماعه بتعصبني جامد يعني. بتعصبني اولا عشان انا بشجع مانشستر يونايتد، فكده كده في بينا عداوه وضغينه وكل حاجه. بتعصبني اكتر ان هي كل مره بتبقى بعيده جدا عن الشامبيونز ليج بتقرب وبتدخل. اللي هو الفرق ب4 نقط وبينها بين نيوكاسل عادي جدا. وامبارح انت كسبان منافسك المباشر في السان جيمس بارك. وبصراحه امبارح ليفربول كان صايع قوي يعني. كوره وايز، لو الماتش كان كمل وبوب ما اتطردش، هو طبعا كابتن محمد عواد مش عارف ليه بوب اتطرد، يعني غريبه جدا. قطع الكوره بايده بره منطقه الجزاء. طبعا كابتن محمد عواد مش فاهم ليه القانون ده مش موجود في مصر كده. المهم يعني، بوب فشخ الفرقه امبارح، بهدلها يعني. اللي هو حتى لما بوب اتطرد، نيوكاسل جاب كورتين في العارضه بعدها على طول من دان بيرن وحد كده مش فاكره بصراحه. ف
نيوكاسل حتى بعد الطرد كان ممكن يجيب جون وممكن يتعادل وكل حاجه. في الاخر ليفربول هي نفس المشكله، هي نفس الكارثه، ان نص ملعبك يكاد يكون مش موجود. امبارح بس هي الحسنه الوحيده اللاعب رقم 43 اللي هو ناشئ اسباني، هو ده الحسنه الوحيده، اللي هو الوحيد اللي بيعرف يطلع بالكوره. يعني الاثنين اللي جنبه فابينيو وهندرسون، لا حول ولا قوه الا بالله العظيم، لا حول ولا قوه الا بالله. والله ربنا يكون في عون جماهير ليفربول، اللي هو انتوا ازاي مستحملين يا جماعه الكائنات دي؟ صعبين قوي يعني بصراحه. نونيز جون يعيد الثقه شويه، جاكبو نفس الكلام، جون يديله ثقه شويه، تاني جون في تاني ماتش على التوالي، اتس جود ستاف يعني. يعني اعتقد ليفربول هيلعب تشامبيونز ليج السنه الجايه. يعني هم كل مره بيعملوا نفس الحركات دي، وبعدين اللعيبه الاصابات رجعوا، فان دايك رجع، يوتا رجع، فيرمينيو رجع، بس هم ستيل عايزين نص ملعب لازم يعني من اي حته لازم. فتمام يعني. مانشستر سيتي تعملوا ايه يا جماعه؟ يعني ليه اصلا؟ ليه الروتيشن الخطير ده؟ وبعدين ليه انت مش بتلعب باك ليفت؟ يعني انت اوبشن، يعني انت مشيت كانسيلو، طيب ماشي يا عم مشينا كانسيلو، بس انت ما عندكش باك ليفت فرقه خالص. بتلعب 2 سنتر باك ووالكر بيروح داخل معاهم، وفي الدفاع يروح لابورتو رايح باك ليفت، او برناردو سيلفا يرجع هو يلعب باك ليفت. ليه الفزلكه؟ عادي الكوره ابسط من كده بكتير. هالاند امبارح يا جماعه ضيع كوره من جوه السته، اي حد بيلعب فانتزي بيدعي عليه، اللي هو حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. اي حد بيلعب فانتزي، اللي هو انا اولهم يعني. والله انا كنت مكابتن راشفورد، وبعدين جبت بصراحه ورا فكابتنت هالاند وشوط مع القطيع. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ضيع واحده امبارح ما تضيعش بصراحه. محرز الراجل مديك كام اسبوع ورا بعض توب، فيري توب يعني، توب ليفل خطير، دكه وما ينزلش. انت مش كسبان ومش هنزلك. نفسي اخش جوه الجمجمه دي، مفيش حد بيدخل جواها وبيفهم حاجه اصلا. تعادل بطعم الخساره طبعا. يا فرحه ارسنال از باك اون توب، الفيل رجع تاني للتوب، وعنده ماتش ان هاند قدام ايفرتون، فوتشز ممكن يكسبوا بنسبه كبيره يعني. ماشي تمام، قشطه ارسنال، قشطه مانشستر يونايتد النهارده لو انتوا ما كسبتوش ليستر انا هرتكب جنايه اهو، انا بقولها هرتكب جنايه. ايه الجنايه؟ لسه ما حددتش، لسه مش عارف ايه الجنايه بصراحه، هنشوف. بس نكسب، بنتسحب بالراحه كده مالناش دوري، بس واي نوت؟ الكوره ما فيهاش كبير. نكسب ليستر النهارده يا جماعه، وليت راشفورد ما يعملش حاجه عشان كنت مكابتنه، ولو عمل حاجه انا هتحصل. اوكي. ريال مدريد انتصار التشبث بالامل في مطارده برشلونه نقطه. بص، هو انشيلوتي اكتر حاجه صايعه هو عاملها ان هو عامل نص ملعب مقرف. الواد سيبايوس ده يا جماعه لعيب مقرف جدا، وكامافينجا وتشاوميني اللي هو النص الملعب ده معصبني، اللي هو ايه، نص الملعب غشيم قوي بصراحه يعني. بس عامه صايع من انشيلوتي بصراحه. هو كل سنه كده بيطلع بلعيب زي السنه اللي فاتت فالفيردي. طبعا فالفيردي مكمل الموسم المساوي وبيعمل كل حاجه في الكوره، سرعه تلاقي، دفاع تلاقي، ديفنسيف اورنس تلاقي، مرور تكتيكيه تلاقي، كل حاجه عنده يعني كل حاجه تكتيكال وايز عظيم فشخ فيه. فينيسيوس كفايه عنصريه على الواد يا جماعه، كفايه عنصريه على الواد في ملعب اسبانيا. كل ماتش بيحصل نفس الحاجات، شتيمه، اللعيبه بتتغشم عليه جدا، الجماهير بتزوم عليه جدا. ليه العنصريه؟ مش فاهم يعني. الراجل ما عملش حاجه، الراجل بيلعب كوره عادي يعني. وهو الجون اللي بتاع فينيسيوس ده اوفسايد ازاي يا جماعه؟ الحكم ايه؟ الفار ايه يا جماعه؟ الفار ايه؟ كابتن ابراهيم الدين بتاع اسبانيا ايه الكلام؟ الكرة من النص قبل نص الملعب يا جماعه ما تجنناش بقى، الفار ده اللي مبهدل الدنيا بقى. يلا anyway، بس ده كان ملخص السبت الممتاز، وملخص يعني شخصيا كزيزو. السلام عليكم.